السلام عليكم ورحمة الله، يسعد لي أوقاتكم صبايا. كيفكم؟ طمنوني عنكم حبايب قلبي، إن شاء الله تكونوا كلكم يا ربي بألف خير. اليوم الفيديو رح نعمل معمول العيد على طريقة أمي، ورح نشرب القهوة سوا. يلا نبلش الفيديو ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. جرت العادة يا صبايا عند أمهاتنا إنه يعملوا العيد، كعك العيد والمعمول آخر أيام رمضان، يعني بليالي الوقفات. فليش نضيع الأيام الفضيلة وساعات يعني ما لازم نضيعها من عمرنا؟ فقلت يا بنت قومي اعملي هالمعمولات وخلصي على خير. فأنا هون يا صبايا عندي كيلو طحين وكيلو سميد فرخة، وأنا زاينة زبدة وسمنة، وراح أخلطهم كلهم سوا مع بعض بهالطريقة هي لحتى يعني مثل ما بيقولوا أمهاتنا، الله هيك يا ربي يرحمه ويرحم أمواتكم، نبث العجين بالسمنة مثل ما لكم شايفين. المهم يا صبايا كيفكم؟ طمنوني عنكم، شو عم تعملوا بهالأيام الفضيلة هي آخر أيام رمضان؟ عن جد يا صبايا رمضان يعني كتير أسرع وما حسينا فيه. الله يعيده علينا بالخير يا رب، وعليكم وعلى جميع الأمة المحمدية. وهلا هون يا صبايا اللهم صل على سيدنا محمد. مها صايرة صبية وعم تساعدني، وهي بدها تطحن المكونات. أنا عندي 130 جرام فستق حلبي وعم تطحنهم بالمكسر. وفي صبية هون عم بتقول الله يجبر بخاطرك ويعطيك ألف عافية، ادعوا لي بالذرية الصالحة ولكم الأجر إن شاء الله. ادعوا لي يا صبايا هيك الله يكرمه إن شاء الله بالذرية الصالحة ويطعم كل محروم يا رب. هلا هون يا صبايا الفستق الحلبي هيك ضربناه ضربتين بالمكسر، وهلا راح نحط الجوز كمان كمان نفس العملية ونجهزن، لأني يعني كلهم هيك قلت بجهزن وبقعد بعدين بعمل هالمعمولات. والله يا صبايا عن جد بدن شغل كتير. أنا كنت بنفس الوقت بدي أعمل الكعك المالح، بس ولكن كتير كتير تعبت، وحتى قررت يمكن أعمله ويمكن ما أعمله، لأني شقد ما بقولكم كتير طلع شغل يا صبايا. وهلا مثل ما لكم شايفين يا صبايا اللهم صل على سيدنا محمد، صار عنا الفستق جاهز. حطيت له 3 معالق قطر ومعلقتين سكر بودرة وماء زهر، وراح أخلطهم كتير كويس يا صبايا. أنا شغلي تقديريا، يعني حسب ما بشوف بزيد أو بنقص. فهلأ هون راح أخلطهم مثل ما لكم شايفين. وكمان هون في صبية عم بتقول مرحبا، أنا متابعتك من تركيا، صار لي فترة بتابعك وكتير حبيتك، ممكن تدعي لي أجيب علامات منيحة عنا فحوصة لو سمحتي، طالعي لي تعليقي. ادعوا للصبايا هيك الله هيك ينجحها ويعطيها العلامات الحلوة، والله يجبر بخاطرها يا رب. وكمان الأخت سمية عم بتقول أنا بتابعك من سلطنة عمان، بحبك كتير وحبيت كل أهل سوريا الشقيقة، الله يفرجها عليكم يا رب جاه نبينا محمد. اللهم آمين يا رب تفرجي على أهل سوريا، وربي يكرمك حبيبتي سمية ويعطيكي مراد قلبك. وهلأ يا صبايا مثل ما لكم شايفين راح أعجن الفستق الحلبي لحتى هيك يتماسك مع بعض. وبعد ما حطينا القطر ومعلقتين السكر البودرة ومعلقة الماء الزهر، كتير كتير يا صبايا أنا بحب الماء الزهر بالحلويات، طعمته كتير كتير، أنا وعيلتي يعني بشكل عام. ايه يا صبايا يا حلواتي يا أماراتي، حطيتوا لايك للفيديو؟ الله يجبر بخاطركم يا رب. اللي عم يدعي لي مشان ألاقي بيت، شو بدي أحكي لكم مشان البيوت. تصوروا شفنا بيت هون بمنطقة قريبة من بيتي بدهم آجار سنة، والبيت كتير كتير عادي 3500. طيب الفقير منين يروح يجيب؟ يا صبايا ادعولي الله يجبر بخاطركم. والله يا صبايا هم البيت كتير كبير، فهيك دعواتكم الحلوة الله يجبر بخاطركم. المهم يا صبايا هلأ هون عنا الجوز، راح كمان أحط له قطر، 3 معالق قطر وكمان سكر وما زهر ومعلقة قرفة. كتير كمان بحب طعمة القرفة وبتلبق مع الجوز. وكمان الأخت نسيبة بتقول الله يسلم إيديكم أنتي وأختك، الله يجبر بخاطرك، ادعيلي بالشفاء الله يكرمك أختك من حلب. ادعوا لها الله هيك يا رب يشافيها يا رب ويشافي كل مريض. الله يجبر بخاطركم يا صبايا، ادعوا لها يعني اللي عم يطلبوا انه ندعي لهم، لعل وعسى دعاء اخت في ظهر الغيب
رب العالمين يستجيب لك. ليش أنا بقولكم ادعوا لي هيك الله هيك يجبر بخاطري وألاقي بيت وما يكون هيك إيجار سنوي، إنه بركي كل شهر بشهره. المهم يا صبايا، ربي يجبر بخاطركن يا حلواتي يا أماراتي. حطيت معلقة سمنة اللي هي سمنة الخير طيبة ما أشبه شي. أنا كتير يعني دائما بستعمله بالطبخ وللحلويات. وهلأ هيك عم نعجن الجوز مع بعضه لحتى كمان نكوره ونجهز عدة المعمول. واللهم صل على سيدنا محمد. هون الأخت عتقول الله يسر أمورك يا رب، وإن شاء الله بتلاقي بيت بأسرع وقت، والله يجبر بخاطرك وينولك كل شي بتتمني. الله يا ربي يجزيكي كل خير عن جد ويعطيكي مراد قلبك حبيبة قلبي. وكمان الأخت عتقول حبيبة قلبي شو بحب أشاهدك وأنا بكون أعمل فطور لعيلتي. بحبك كتير، أنا من فلسطين الحبيبة، قديش شاعرة بظروفك. الله يكرمك يا رب حبيبة قلبي ويجبر بخاطرك ويعطيكي مراد قلبك. وهلأ يا صبايا بعد ما كورنا الحشوات أو جمعنا الحشوات وجهزناهن، هلأ رح نحط للطحين كاستين مي وربع كاسة قطر، ورح نكت السوائل فوق الطحين ونلملم العجينة بإيدنا لحتى نشوف قوامة. يعني هي ترتيبة عجينة المعمول أو الكعك بهالطريقة هي. المهم يا صبايا بدي أقولكن إنه هلا هذا اللي عمال أعجنه هي نص الكمية اللي بديت فيها أول الفيديو، فعملت أول نص كمية ورجعت سويت الكمية التانية بس ما صورت لكم. وهلأ يا صبايا يا حلواتي يا أماراتي، بعد ما عجنا العجينة جهزت قاعدة بالغرفة وقلت ما بدي أشتغل بالمطبخ لأني يعني كليين عجينة بدهم شغل كتير. وهون مها صارت صبية وعم تساعدني وهي عمال تكبس بالقالب. طبعا بعد ما أنا علمتها يعني وحدة عملتلها. وهلأ بدينا بالعجينة الفستق مثل ما لكم شايفين. هلأ يا صبايا القطع الفستق لقيتها كبيرة، فأنا بعد ما هيك تجمعت مع بعضها يعني صرت أعملها تنتين وأعمل العجينة كتير رقيقة مثل ما لكم شايفين وأحطها. وطبعا تقديريا برجع بقولكم إنه تقديريا أنا يعني صرت أشتغل. المهم كل شي عندي جاهز. احكولي يا صبايا انتوا عملتوا كعكات العيد ولا لسه عم تستنوا؟ هون في الصبية عم تقول ما شاء الله عليكي عن جد شي بشهي، ربي يسعدك ويوفقك يا رب. متابعتك من السويد ام عمر. أهلا وسهلا فيكي أخت أم عمر والله يجبر بخاطرك يا رب. ومثل ما لكم شايفين يا صبايا ما شاء الله على التصوير والمونتاج، ولا أسهل من هيك الكعك يعني انشال ما شاء الله شيل. وما هي مسكينة يعني اشتغلت معي شوي بس بعدين تعبت. قال ماما شو قد بده هذا شغل وأنا نعست فقلت لها خلص روحي نامي، يعني كمان هي طفلة بالأخير، فسبحان الله بده شغل. فأنا كملت لحالي بالأخير. والله هيك يا ربي يعطينا الأجر والثواب على شغلنا بالبيت. بس والله يا صبايا أنا بقول إنه النسوان كتير كتير بيتعبوا جوات البيت ورا هالأولاد وشغل البيت والطبخ وكل شي يعني. الله يا ربي آجرنا يا رب. انتو شو رأيكم يا صبايا؟ كلامي مزبوط ولا لا؟ وهلأ كمان الأخت فايزة عم تقول تسلم إيدك غاليتي وإن شاء الله
صحتين وهنا، والله يديم المحبة بيناتكم، وما في أحلى من حنية الأخوات. ايه والله مزبوط. والله يهنيكي، وكل عام وانتي وعائلتك وكل أحبابك بألف خير، وإن شاء الله كل عام وانتو بألف خير يا متابعيني يا حلوين. الله يجبر بخاطركم. مثل ما لكم شايفين هون يا صبايا، أنا كتير رققت العجينة لحتى تطلع متساوية مع كمان قطع الجوز، لأني كمان طلعوا كبار، فأنا هيك قلت لكم تقديريا يعني أنا بحط، وبلا فنجان القهوة والنسكافيه هيك حتى يصحصح لي راسي ما بيصير. والله هون يا صبايا الأخت عم بتقول الله يخلي لك عيلتك يا رب ويجمعك مع أخواتك، والله يرحم أمك يا رب. ونحن كمان عشنا 5 سنين تحت القصف، وبعدين طلعنا على تركيا، والله أصار لي 7 سنين ما شفت أهلي. ادعي لي الله يجمعني بأهلي عن قريب، الله يجمعك فيهم يا رب، وبالقلبك هيك بشوفتن بالقريب العاجل. ادعوا لي يا صبايا. وبعرف أنا أكتر الصبايا اللي من سوريا متعذبين مثل ما أنا تعذبت وأكتر. الله هيك يا ربي يجبر بخاطرنا ويفرح قلوبنا جميع يا رب. والله مثل ما لكم شايفين خلصوا المعمولات، وهدوني قراص العجوة كمان نفس الطريقة، بس ما صورتهم كتير لأني صرت بين أروح أطلع على الفرن وبين أجي أكبس المعمولات بهذا القالب. هذا القالب جبته من عند بتول. ايه والله، بس هو بده تكون القطع يعني مناسبة حتى ما هيك يطالع زوائد يعني، بس أنا زبطتهم بالأخير. هلا على التصوير الأخير بيبين معي بيبين معكم. وكمان الأخت زهراء عم بتقول تسلم الأيادي وألف عافية عليكم، وإن شاء الله لمة خير وبركة عليكم، وريتوا صحة وهنا على قلبك. الله يرزقك من واسع فضله، الله كريم، إن شاء الله تتحصلين بيت وتفرحين فيه. الأخت زهراء من العراق، الله يجبر بخاطرك يا رب عن جد، ويجبر بخاطركم يا صبايا. هيك كلمة كتبتولي تعليق حلو وحطيتولي لايكات، الله يجبر بخاطركم يا صبايا. وهون بعد ما كنت حاطة الفرن على 250، أول شي حطيته على 250 لحتى يحمى، وبعدين حطيته على 200 لحتى ما يحترق. وطبعا رايحة جاية بطلع عليه، كتير صعب إنه تشتغلي وتقومي تطلعي على الفرن لو إنه حدا قاعد يعني قدام الفرن، بس ما عندي حدا. المهم يا صبايا هون عندي سمن عربي حطيت هيك دهنت على وشهم، وهذا كمان كرابيج الجوز كمان دهنت على وشهم سمن عربي لحتى هيك يعطوا هيك طعمة يعني إنه لذيذة مثل هالمحلات اللي بحلب كنا من زمان ومثل عند أهالينا. ايه والله يا صبايا بنصحكن إنه هيك تخلصوا شغلكن على بكير، يعني أيام فضيلة لازم هيك نتفضلها. يعني مثل مثلا هلا أنا عملت المعمول من الساعة 1 للساعة 5 ما خلصت، يعني وقت طويل لازم أستغله ونستغله بعبادة رب العالمين بهالليل وبالمناجاة وقراءة القرآن. مشان هيك لازم نخلص شغلنا على بكير، الله يجبر بخاطركم. وهذا يا صبايا كان شكل النهائي للمعمول والكرابيج والعجوة. وما بعرف إذا بحكيهم بالمقلوب أو بالمخربط، لا تدقوا علي أبوسكن. فزادت شوية هيك عجينة، عملت هذا الكعك الحلو، حطيت 3 معالق قطر وعجنتهم ولتيتهم هيك بالسمسم وحطيتهم بصينية، وهيك طلعوا لي هالصحن هذا. الله يجبر بخاطركم يا صبايا. إن شاء الله هيك اعطوني رأيكم إذا شي عجبكم أو شي هيك مرتب وحلو، حتى الرسمة يعني طلعت حلوة. ولا أنتوا إيش رأيكم؟ أنا شفت إنه الرسمات يعني ما معوا ولا إنه هيك تغير شكلهم. واشتهيتكم كتير كتير، وكل عام وأنتوا بألف خير. هلا أنا يا صبايا كتير كتير بحب الكعك بجبنة المالح، بس هون ما عندهم جبنة، فكنت كتير مشتية أعمله وما بعرف إذا رح أعمله ولا لأ. بس قد ما تعبت يا صبايا عن جد، فما عاد أشتي أعمل شي أبدا أبدا. وطلع شغل كتير ورا يعني هالمعمول، من المطبخ للصواني كتير كتير طلع شغل، وانتو بتعرفوا أكيد يعني إيش بده شغل. فهلا ما عاد أشتهي يعني ما عاد عندي همة إنه أعمل كعك مالح، ولو إنه يعني أنا مشتية أعمل كيلو. فسبحان الله. وهي ميمية عم تساوي لنا القهوة، وشافت يا صبايا بتعرفوا القمر الدين،
جبته ومنحبه أنا ومها كتير. فقلت لها منين جبتي هيك كيت بأيام زمان؟ قالت لي ماما قصيتها لأني خلص القمر الدين. فهي إلها عادة تقصقص وترسم هيك، حطيتها مع القهوة. عن جد حبيتها وتذكرت أيام زمان. إيه والله يا صبايا. وكمان الأخت أم بكري عم بتقول خليلي قلبك كتير بحبك، بس شوف منزلة فيديو فورا بشوفه حتى ولو كنت فاضية. لو كنت ماني فاضية. الله يجبر بخاطرك أخت أم بكري، ويجبر بخاطركم يا صبايا، ويعطيكم مراد قلبكم. لا تنسولي من اللايكات. اللايكات بترفع الفيديو، والتعليقات الحلوة بترفع الفيديو، ولو وردة ولو قلب ولو نقطة. الله يجبر بخاطركم يا صبايا ويعطيكم مراد قلبكم. وبدي أقول لكل الصبايا اللي اشتركوا جديد نورتوا القناة يا صبايا، لا تنسوا تفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد. ولهون يا صبايا بيكون نهاية الفيديو لإلي. بتمنى إذا عجبكم الفيديو تدعموني وتشاركوا الفيديو مع رفقاتكم وتحطوا لي لايكات. ربي يجبر بخاطركم يا صبايا. سلام.